الخريطة السكانية لمصر، سواء في الفترة بتاعت العصر الجليدي، سواء في الفترة بتاعت اليانجر درايس، سواء الفترة بتاعت الفترة المطيرة أو الأفريكان هيوميد بيريود، كلها كانوا الناس المصريين الأوائل كانوا فين؟ كانوا في الصحراء الغربية، لا على النيل ولا في الأقصر ولا في أسوان ولا في الجيزة. يبقى عشان بس اللي فهمك، لو حضارة مفقودة، لو في حضارة مفقودة هتوديها فين؟ هتوديها فين وإمتى؟ هو رماها في عقولكم وساب لكم اختيار الوقت. هو رمى الجريمة هنا، رماها هنا، وقال لك سيبهم بقى كل واحد حسب مزاجه، مزاد. اللي يحطها 10,000 حلو، اللي يحطها 12,000 حلو، اللي يحطها 36,000 سنة، عايز يزود يزود. المصريين برضو يعني عندهم ذمة، مفيش مشاكل. التيار اللي بيطلق عليه تيار التاريخ البديل أو الحضارة المفقودة، كل الباحثين بتوعها متفقين على ان هم يرموا الحضاره المصريه بمنجزاتها لفتره سابقه قديمه ويقولوا ان هي حصل لها مصيبه، جاء لها كارثه، حصل لها مصيبه وراحت في 60 داهيه كده، خلاص بقت جريمه كامله، بقت سهله، اخطف رجعها لفتره لالاف السنين قبل الميلاد. طب حصل لهم ايه؟ اللي يسالك، عشان لو حد سالك تبقى الرد جالهم مصيبه خدته جالهم مصيبه خدته، خلاص واغسل ايدك، جريمه كامله اهي. ها، ده السرديه والطرح بتاع الناس اللي هي فعلا عندها علم زائف، اصحاب علم زائف، مش فاهمه ان العلم الاكاديمي، العلم الصحيح، العلم اللي هو بيثبت ماديا وبيدرس في الجامعات، علم الجيولوجيا وعلم الاركيولوجي وعلم دراسات التربه، مفيش حاجه اسمها ترمي 100,000 سنه او 80,000 سنه او 60,000 سنه وانا ما اعرفش اجيبه. لا، هعرف. لو في حضاره موجوده في هذه الفتره، أنا عندي ما من العلم ومن الأدوات العلمية في الأركيولوجي وفي دراسات التربة وفي الجيولوجيا يخليني أروح للفترة ديت وأحفر في المكان اللي بيقولوا عليه ولاقي أو ملاقيش. يعني ممكن أثبت صحة أو عدم صحة هذا الادعاء بأدوات جيولوجية وبأدوات خاصة بالأركيولوجي ودراسات التربة. فما حدش يعتقد لما تقول لي والله بص ده أصله 80,000 سنة قبل الميلاد، حلني بقى شوف هتعرف تجيبه إزاي. هعرف أجيبه أنت فاكر إيه؟ انت فاكر علم الحفائر دوت اللي هو الاركيولوجي دوت بيعتمد على ايه؟ 3/4 علم الاركيولوجي بيعتمد على الجيولوجيا، الجيومورفولوجي، الجيوفيزيكس والكيمياء والتحاليل. يعني 4-5 علوم قويه جدا بتشترك في علم واحد مع علم المناخ كمان. احنا عندنا اساسي في الاركيولوجي دراسه التربه، دراسات التسلسل الرسوبي بنسميه ستراتيجرافي، وانا قلت في حلقه سابقه يعني دراسه الطبقات الرسوبيه للارض. بلاقي اي حاجه في اي فتره بدرسها، مش حاجه اسمها انا دفنت وغسلت ايدي والجريمه بقت كامله، دي سذاجه. نمره 2، ما اتفقوش على ميعاد او زمن محدد يرجعوا او يحدفوا او يرموا فيه الحضاره المصريه القديمه اللي هم بيقولوا عليها اللي هي المفقوده. يعني ما اتفقوش، هم اتفقوا على الجريمه بس ما اتفقوش على توقيت الجريمه. ليه بقى؟ لان في ناس مثلا مشيت ورا روبرت بوفال بتاع تطابق أوراين ومش أوراين والكلام الفارغ دوت، قال لك لا ماشي نرجع 10,500 سنة قبل الميلاد. 10,000 حلوة مش وحشة. جه واحد زي جرام هانكوك، ده بايونير برضه، رائد كبير بالنسبة للمدرسة ديت أو للتيار دوت، قال لك لا احنا نرجعها أبعد من كده شوية، في فترة اسمها اليانجر درايس، الفترة اللي هي بتسبق العصر المطير. قال لك ماشي مش مشكلة، الفترة دي فيها كوارث طبيعية وبتاع، يبقى ندفن فيها، مش مشكلة، حلوة تساعدنا ندفن فيها الجريمة. جم والإيطاليين بقى أوروبيين مش متفقين معاهم، واخد بالك، المدرسة الإيطالية والتيار الإيطالي والرادار والكلام اللي عملوه على الهرم والجيزة. قال لك لا احنا تقديرنا للفترة ديت مش 10,000 ولا 12، انتوا ناس طيبين قوي. أما ليه 36,000 سنة قبل الميلاد. في ناس في مصر طبعا عشان احنا بنحب قوي يبقى عندنا ذمة، قال لك لا يا عم، ومن عندنا يبقى 80,000 قبل الميلاد. بص التهريج 10,000 12,000 13,000 20,000 36,000 80,000 من عند مصر. حد عايز يزود؟ أنا ممكن أثبت يعني قبل ما أقفل الحلقة، حد عايز يزود؟ ما هو مزاد وقيم على شرف هذه الجريمة. هي فعلا جريمة اسمها الحضارة المفقودة في مصر. واحد يقول لي طب إيه مالك يعني أنت ضد الموضوع ده ليه؟ طب ما هي فعلا ممكن تكون 36,000 سنة قبل الميلاد، إيه المشكلة؟ ماشي أنا معاك، أنا هقعد على القهوة اللي بتقعد عليها، حاجة هسحب كرسي وأقعد معاك، القهوة اللي بيقعد عليها أحمد عدلي ووسيم السيسي، هقعد معاكم على القهوة، مفيش مشكلة خالص عندي.
لاخر الحلقه انا معاكم على القهوه. 36,000 سنه ده اخر كلام؟ ده في 80 وكلام كبير كده. خلينا في 36,000 سنه قبل الميلاد لو ده هيريحك. يا سيدي الفاضل، يا راجل يا مثقف، يا راجل اللي وعيك قد كده، وعيك التاريخي، وعيك الجيولوجي، وعيك الثقافي. انت عارف 36,000 سنه دي بتقع في اي فتره من فترات الجيولوجيه بتاعت الارض؟ بتقع في فتره اسمها البلايستوسين، تحديدا في حاجه اسمها لاست جليشيال ماكسيمم. يعني ايه؟ خلال العصر الجليدي الاخير. العصر الجليدي، عارف يعني العصر الجليدي؟ العصر الجليدي دوت استمر من امتى؟ الاخير دوت من 36,000 سنه مثلا قبليها لحد 20,000 سنه قبل الميلاد. يعني الفتره اللي بتتكلم عليها ايطاليا والفتره اللي بيتكلموا عليها الباحثين بتوع التيار دوت بتقع في الفتره بتاعت العصر الجليدي الاخير، لاست جليشيال ماكسيمم. طب مصر كان شكلها ايه؟ الارض المصريه ووادي النيل والنيل النهر كان شكله ايه في الفتره دي؟ اول ما تسمع فتره فيها العصر الجليدي تعرف ان احنا عندنا جفاف. مصر كان فيها جفاف. ليه؟ لأن العصر الجليدي بيتميز بأن المونسون رينز والأمطار الاستوائية على الحبشة وعلى المدار الاستوائي اللي هي منابع النيل كان بيقل جدا. فبتحصل حالة من الجفاف لدرجة إن النيل الأزرق بيبقى منابعه تقريبا قريبة من الجفاف، فالنيل بيبتدي مستواه يقل جدا، نهر النيل، ويتحول من هذا النيل المستمر، الممر المائي المستمر، إلى مستنقعات بتفصلها جزر من الرمال. تخيل، أنت متخيل؟ وعلى أطرافها أحراش. فالنيل في الفترة من الوقت اللي حضرتك بيسوقه لك وأنت موافق عليه مبسوط قوي وأنت قاعد على القهوة مع أحمد عدلي ووسيم السيسي، فترة اللي هي 36,000 سنة قبل الميلاد دي عز الفترة بتاعت العصر الجليدي وداخلة على العصر الجليدي الأخير. يعني مصر في قمة الجفاف وقمة البرودة. ما بقولش فيه تلج عشان بس الناس اللي ساعات بقول كده في الحلقات يروح مطلع تليفونه وباصص على تشات جي بي تي ولا اي حاجه ذكاء صناعي يقول لي مصر ما كانش فيها تلج. ايوه يا عم انا قلت لك فيها تلج، بقول لك بارده جدا وجافه ومفيش نهر نيل ومفيش بوبيوليشن ومفيش سكان حوالين النهر خالص. مش عرفك؟ ايوه يا عم ما احنا عندنا دراسات جيولوجيه وهعيد تاني، عندنا دراسات تربه، عندنا حاجه اسمها استراتيجرافي هكتبها لك كده على الشاشه عشان تدور عليها برضو. فانت عندك الفتره من 36,000 سنه لحد 20,000 سنه 18,000 سنه بالميلاد تلج، فتره العصر الجليدي الاخير. مصر بتعاني من جفاف، نهر النيل متقطع عباره عن مستنقعات حواليه احراش وكلها حيوانات متوحشه، اقلهم والطفهم سيد قشطه. خد بقى عندك تماسيح وعندك الافيال بقى والكلام ده كله. امال الناس كانوا فين يا دكتور اشرف؟ ايوه هقول لك، الناس كانوا في صيادين وجامعين ثمار موجودين في اماكن متفرقه والبوبيوليشن عددها قليل ومعظمها في الصحراء الغربيه. طب ليه مش ما قلت لك نهر النيل متقطع وجاف ومستواه قليل؟ نمره 2 لما نهر النيل بقى منحصر في الفتره ديت ابتدت تبقى فيها مستنقعات وفي جزر من الرمال وابتدى يبقى فيه احراش، ابتدت الحيوانات المتوحشه هي اللي بتبقى بتعيش على الضفاف في المستنقعات دي. كان خطر جدا والانسان ساعتها البوبوليشن كلها صيادين ما يقدروش يواجهوا الوحوش، كانوا بيروحوا الغرب. طب يقول لي ماشي خلاص بقى، يعني بلاها 36,000 سنه، خلينا في الفتره بتاعت اليونجر درايس بتاعت جرام هانكوك اللي فيها 12,000 10,000 يونجر درايس. كانت الفتره اللي هي على طول جرام هانكوك بيتكلم على كوارث حصلت في العالم، وبعدين احمد عدلي قرر يقول لك عواصف شمسيه ومش عارف ايه شمسيه والدنيا نزل والشمس حرقت الدنيا وحرقت المعابد. ايه يا عم الكلام الفارغ ده؟ الفتره بتاعت اليونجر درايس اللي كان فيها كوارث طبيعيه، ايوه مستوى البحور عالي شويه بس في مصر كانش فيه لا كوارث ولا نيله، ما شفناش حاجه. يعني دراسات التربه ودراسات الحياه الطبيعيه في الهلال الخصيب وفي الفتره ساحل الشام وشمال افريقيا كانت هاديه جدا، ما كانش فيها حاجه. معلش بقى جرام هانكوك يعني مصر طلعت اوت، معلش ما كانش فيها كوارث. حضرتك ما تقعدش بقى تدور على التنيس والتماثيل المحروقه اثناء الصراعات في الفتره الرومانيه اليونانيه تقول لي اصل دي يجوا بقى معاهم عدسات ويقول لك بص اشعه الشمس عملت ايه، بص واحمد عدلي يروح جايب لك التنيس ويجيب لك الحجر، صار الحجر يقول لك بص المعابد متهدمه ازاي. متحمد ربنا ان المعابد موجوده من 5,000 سنه، انت كمان عايز تيجي تلاقيها زي المتحف المصري الكبير. ايه السذاجه دي؟ يقول لك بص دليل ان في كوارث. هو في كوارث بس هنا بلاها يا عم، بلاها فتره اليونجر درايس
وننتقل بقى للفترة الثانية اللي هي اللي خلينا في العصر المطير. عصر المطير معاك. العصر المطير ابتدى 9000 8000 سنة قبل الميلاد لحد 5000 سنة قبل الميلاد. فترة حلوة مع انها قريبة قوي بس لا ترضي غرورهم يعني. اولا الفترة ديت كل التربة المصرية تم دراستها، ما فيهاش غير ثقافات زي ثقافات نقادة اللي انا بتكلم حوالين نهر النيل، نقادة والبداري في الاسيوط والمعادي، بس مدروسة. ما فيهاش غير الفخار بتاع نقادة المعروف بس، مش اكتر من كده. حتى الكتابة كانت لسه ما اتطورتش. عايز حضارة مفقودة بقى وتكنولوجيا مفقودة، اجيبها منين؟ طب الناس فين يا دكتور اشرف؟ ما هي حضارة لازم يبقى في مجتمع بشري، مجتمع بشري اللي تطور على مدى آلاف السنين عشان يوصل لمرحلة من السوفيستيكيشن ومن التعقيد ومن التقدم العلمي في الإدارة وفي التجارة وفي الزراعة وفي الفن وفي الثقافة، ويبقى عنده لغة ويبقى عنده دين. كل الكلام ده كله فين؟ الكلام ده كله فين؟ طب فين الفترة المطيرة؟ حضرتك بتقول لي فين الناس؟ البوبيوليشن كانت فين؟ لو انا قلت لك ان في الفترة بتاعة العصر الجليدي ما كانش فيه ناس حوالين نهر النيل، المجتمعات كانت الصيادين وبتاع كانوا متواجدين في الصحراء الغربية، يعني الواحات حاليا، الواحات الخارجة والداخلة والفرافرة و لحد الهضبة بتاعة وادي الجلف الكبير. دي كانت بحيرات وانهار صغيرة. الفترة المطيرة اللي هي من 10000 سنة ل 5000 سنة بالميلاد. فالناس لما شافت نهر النيل مش بريدكتبل، لا يمكن تقدر تتوقعه، مش متوقع، مش ثابت، ملوش فيضان ثابت، ملوش مستوى ثابت. وبعدين الحيوانات المتوحشة فظيعة فيه، وبعدين ابتدت يبقى فيه جفاف. قال لك احنا مش هنعرف نعيش كده، خلينا في الصحراء. لما الدنيا مطرت بقى في الصحراء، لما دخلت الفترة بتاعت الافريكان هيوميد بيريود، الفترة الافريقية الرطبة اللي بيسموها الفترة المطيرة، جيولوجيا اسمها الفترة الأفريقية الرطبة. أحمد عدلي صدرها للناس اسمها الفترة المطيرة، ماشي مش مشكلة. الفترة دي الناس ابتدوا يزدادوا، بس برضو استقروا في نفس المكان اللي كانوا قاعدين فيه في الصحراء الغربية في الواحات. لحد وادي الجلف كان بحيرة كبيرة اللي فيه الكهوف اللي فيها الرسم بتاع السباحين واللي فيه الحيوانات والبحيرات دي، هيكون ليها حلقة سابقة. يعني ملخص الكلام، الناس البوبيوليشن، الخريطة السكانية لمصر، سواء في الفترة بتاعت العصر الجليدي، سواء في الفترة بتاعت اليانجر درايس، سواء الفترة بتاعت الفترة المطيرة أو الأفريكان هيوميد بيريود، كلها كانوا الناس المصريين الأوائل كانوا فين؟ كانوا في الصحراء الغربية، لا على النيل ولا في الأقصر ولا في أسوان ولا في الجيزة. ده الجيزة في الفترة المطيرة كانت منطقة مغمورة بالمية، الدلتا كانت كلها أحراش، مفيش ناس، مفيش بوبيوليشن، مفيش فرصة إنك تبقى في مجتمع ولا حضارة. يبقى عشان بس اللي فهمك، لو حضارة مفقودة، لو في حضارة مفقودة هتوديها فين؟ هتوديها فين وامتى؟ هو رماها في عقولكم وساب لكم اختيار الوقت. هو رمى الجريمة هنا، رماها هنا، وقال لك سيبهم بقى كل واحد حسب مزاجه، مزاد. اللي يحطها 10000 حلو، اللي يحطها 12000 حلو، اللي يحطها 36000 سنة، عايز يزود. المصريين برضو يعني عندهم ذمة، مفيش مشاكل. برضو كنت قاعد مع علماء في الآثار من فترة كده، بقول لهم يا جماعة انتوا ما بتردوش على التخريف ده ليه؟ يقولوا هنرد على ايه؟ زي ما انت قلت ده تخريف، مسير الناس تعرف ان العلم ده حاجة تانية واحنا مش هننزل المستوى ده. قلت لهم لا، انا هنزل، لان انا حاسس ان في خطر على الهوية المصرية، خطر على القومية المصرية، خطر على التاريخ المصري. يرجع كل الناس بقى لما تديها كل الأدلة دي ولا كأنك قلت حاجة، ويفضل سؤال واحد بس في دماغه، يروح رمولي في التعليقات. طبعا انا هجاوبه الحلقه الجايه، بس عشان احرق الكارت ده. يروح ايه؟ يقول لي طب يا علامه فكيك قوي، طب قول لنا بقى ازاي الهرم الاكبر اتبنى، ولا تابوت من توابيت السرابيوم اتشيدت ازاي؟ ده سؤال في منتهى الغباء، هجاوب عليه في حلقات جايه بالتفصيل، لان انت عدم معرفتك بالكيفيه ما يساويش عدم معرفتك بالفاعل. انا عارف الفاعل، الفتره بتاعتها معروفه، اركيولوجي معروف، ودراسات التربه معروفه، والبصمه الاركيولوجيه والبصمه الفنيه معروفه متسقه. كونك ما تعرفش هم عملوا التمثال ازاي، ما تعرفش عمل التابوت ده ازاي، ما تعرفش عملوا الهرم ده ازاي، رفعوا الكتل دي ازاي، ده موضوع تاني ملوش علاقه بحضاره مفقوده، له علاقه بوعي مفقود. انت عندك وعي مفقود عشان قاعد على القهوه بتاعت احمد عدلي ووسيم السيسي بقالك مده،